نعم، انت بدك تبتدي بالحديث؟ بيسعدني اسمعك. بتفضل خبرك عن أحداث أثرت فيي أكثر من اجترار العقايد والتحاليل اللاهوتية. تحت أمرك، بس كتار عم يسمعونا يمكن يضحكوا علي هيك يستغشموني. تحت أمرك. أوكي أنا معك. ألذ شي يكون الإنسان مثل ما هو. رح خبرك عن الديك الصنصل. هيك خيي بشارة كان يسميه صنصل، ديك عمران ملون بالرمادي والأزرق والأرجواني. يمشي هالديك راسه مرفوع وعاطي لحاله المجد والاعتبار. كنا وقتها بضيعتنا وقت الجوز شركاء مع وقف سيدة الحقلة. كنا فارزين ببيتنا غرفة للمطران بطرس ديب بالمثلث الرحمات، تكل مظهر الضيعة نستقبلوا فيها. الضيعة اللي 3/4 وقف بيت ديب والربع الباقي بيرجع لغير أوقاف. أمي قد ما كانت تحترم وتقدر هالمطران المحب الوقور المسقف اللي لطف المسيح بيشع من وجهه، قلت له: بدك تسمح لي سيدنا اليوم اذبح لك الديك. قال له: لا يا بنتي، مين بده يوعينا الصبح؟ سيدنا اليوم عيد القيامة ووجودك عنا أكبر عيد. ما تنسي يا مرت بطرس، لو من صياح الديك يمكن مر بطرس ما كان رجع عن نكرانه ليسوع. أنا بستطيب يا بنتي التبولي والبطاطا المقلية مع شي بيضة بلدية مسلوقة وملونة بألوان العيد. واتطلع فيي المرحوم المطران بطرس ديب، شافني مفتح عيني واسعين وعم بتطلع فيه بدهشة ومحبة، وسألني: انت يا زغطور شو بتحب تكون بس تكبر؟ ديك سيدنا ديك. مد ايدي 2 ابتسم وغمرني على صدره وشد. حسيت بصليبه المعلق على صدره وغرز بجبيني، وشميت ريحة البخور بتوبه، وقال لي: بس بدك ولا نهار تنسى تصيح مع الصبح تتوعي الناس تيعرفوا انه نور النهار نور القيامة عم يندهلن تيقوموا من نومهم يسبحوا ربهم وينطلقوا للعمل المفيد. ومرت السنين الطويلة وبقيت هيك الغمرة من راعي حكيم محب تذكرني بمطران بيتفقد شركاته وبينام ببيوتن الفقيرة وبيقوم الصبح يباركن قبل صياح الديك.